اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات سلسله ما لا يسع المهندس جهله. بفكركم بالهدف من الحلقات ان احنا عاوزين نوضح بعض التيرمز المتشابهات، الحاجات اللي احنا بنستخدمها يوميا وممكن نكون مش عارفين اساسها جه منين. النهارده انا بتكلم معاكم في اليونتس. مفيش مهندس ما يعرفش يونتس. اليونتس اللي هي الوحدات، انظمه الوحدات كتير ولازم نكون عارفين ان الانظمه دي تطورت بحيث ان العالم كله يشتغل بنفس الوحدات. يعني احنا عندنا نظام اسمه نظام المتري، والنظام ده اللي هو اساسه نظام فرنسي، يعني بيسموه الفرنش او بيسموه المتري، والنظام ده منه هو اقدم واحد. بعد كده احنا سميناه السيستم انترناشونال. النظام ده بيعتمد على اللي احنا نوحد الوحدات بحيث ان احنا نشتغل كلنا بالطول بالمتر، نشتغل كله الماس بالكيلوجرام، نشتغل الزمن بالثانيه، ونشتغل بالامبير في التيار الكهربي، نشتغل بالكاندل او الشمعه، نشتغل بالمول. يعني هو بيعتمد اعتماد كلي على تثبيت بعض الوحدات، والوحدات دي وانس انك انت ثبتها مش هتحس باي مشكله. يعني وانس اللي انا ثبتنا اللينث بالمتر وثبتنا الماس بالكيلوجرام وثبتنا التايم بالسكند، هتلاقي ان اوتوماتيكي كده بدون اي قلق بدون اي مشاكل، تلاقي على طول الفورس بتطلع بالنيوتن، تلاقي الضغط بيطلع بالباسكال، تلاقي القدره او الباور بيطلع بالوات، تلاقي الانرجي بتطلع بالجول بدون اي مجهود منك وبدون اي مداخله. هنا بيكون بقى شويه تريكس صغيره كده. لو انت خدت الماس بالكيلوجرام وخدت الميتر اللينس بالميتر، طب ليه احنا ما خدناش اللينس بالكيلومتر مثلا؟ يعني ايه هو ليه ما خدناش اللينس بالكيلومتر؟ الفكره ان النظام الوحدات ده متظبط على كده. يعني في انظمه وحدات تانية زي النظام البريطاني وزي النظام الامريكي، هتحس ان فيها هي مش شائعه قوي ومرتبطه بس بالدوله، لكن هتلاقي فيها لغط كتير وهتلاقي فيها شويه تريكات كتير ممكن نتكلم عنها. بس انا عاوز اوضح ان اصلا حته الميتر ده جه منين، الكيلو جرام ده جه منين. يعني كلمه ايه اللي خلى الميتر مثلا 100 سم، او ايه هو الميتر ده اساسه ايه. كل يونتس من دول بيبقى ليها قصه، يعني الكيلو جرام ده ليه قصه، الميتر ده ليه قصه. فاحنا عندنا نظام المتري او المتريك، ونظام فرنسي في الاساس، وزي ما قلت لكم ان هو بيعتمد على التعامل بالكيلوجرام وبيتعامل بالميتر والسكند والكلفن والامبير والمول والكاندل. السبع حاجات الاساسيه دول احنا بنسميهم النظام المتري. النظام ده هو النظام العالمي او سيستم انترناشونال، والنظام دوت لو انت بصيت عليه هتلاقي ان هو نظام سهل بسيط. وانس انك انت اتعاملت بالماس بالكيلوجرام واتعاملت باللينس بالميتر واتعاملت بالتايم بالسكند، على طول تلاقي ان حاجه زي البروجيت بالباسكال، حاجه زي الاستريس بالباسكال، حاجه زي الانرجي بالجول، حاجه زي الباور بالوات، حاجه زي الفورس بالنيوتن. فما عندكش فيه اي مشاكل. يعني وانس انك انت ثبت البارامترز بتاعته متر كيلو جرام سكند، كل حاجه بتطلع بدون اي مشكله. حاجه زي الميتر مثلا، طبعا كل واحده من دول ليها قصه. الميتر دوت يعني او الجزء بتاع الميتر مثلا الطول بتاعه دوت اساسه جه منين. في النظام ده نظام فرنسي زي ما قلت لك، فهم بعتوا بعثه لخط الاستواء يقيسوا طول الارض من خط الاستواء لحد القطب الشمالي، وقسموها على 10 مليون. يعني قسموا الرقم ده على 10 مليون، فطلع تعريف المتر. طبعا التعريف ده غير دقيق. وسنه 1960 نسبوا المتر لسرعه الضوء، لان سرعه الضوء هو الثابت الكوني الوحيد اللي هو 3 في 10 أس 8 متر بير سكند او 300 مليون متر في الثانيه. فنسبوا المتر لمسافه معينه بيقطعها الضوء في الثانيه، يعني حسب المسافه دي قد ايه في الثانيه وقسمها على 300 مليون وطلع المتر. ومن هنا بقى اصبح المتر هو اللي انت بتشوفه دوت او بتستخدمه يوميا. الميتر ليه سافكس او ليه مالتيبليكيشن، يعني الميتر ده حطيت قدامه كي ده اسمه كيلومتر 10 اس 3. وكلمه كي عامه حتى في السلانج معناها هي 1000. لو انت حطيت قدامه 6 صفار بقى اسمه ميجا، حطيت 9 اصفار بقى اسمه جيجا. فدي كلها احنا بنسميها مالتيبليكيشن. حتى لو نزلت لتحت كمان، يعني الميتر دوت لو انت نزلت لتحت وقسمته مثلا ليه 10 حتت بنسميها احنا الديسيمتر. قسمته انت ل 100 حته بيسموها السنتيمتر، قسمته ل 1000 حته احنا بنسميه المليمتر، وهكذا. كلمه ملي مش مرتبطه بالمتر بس، دي حتى ممكن تكون مرتبطه باللتر. حجوم مثلا يقول لك ملي لتر، انا عندي 200 ملي، ف 100 ملي معناها 10 لتر وهكذا. فكلمه ملي وكلمه دي سي وكلمه سنتي مش مرتبطه بالاطوال بس، دي مرتبطه باي وحده لانها عباره عن مالتيبليكيشن او اللي احنا بنقسم لاجزاء. طبعا في بقى حاجات يعني تقسيمات اكبر من كده زي البيكو والنانو والمايكرو والحاجات دي. انت كراجل شغال في المجال لازم تكون فاهم الحته دي، ان انت عندك فيه الوحدات دي لو انت ثبتها مش هتواجه اي مشكله.
لكن لو انت استخدمت انظمه تانية زي مثلا النظام البريطاني، البريتش جرافيتيشنال هو نظام بيلعب في نفس اللعبه بالظبط، بس هو الماس مش بالكيلو جرام، حاجه اسمها السلاج، والفورس بحاجه اسمها الليبرا او حاجه اسمها الرطل، لكن السكند طبعا التايم بالسكند برضه. فالنظام البريطاني برضه هو نظام مش صعب لان هو قريب قوي للنظام الفرنسي، ودول اقدم نظامين، النظام الفرنسي اللي هو السيستم انترناشونال اللي احنا كلنا بنشتغل بيه دلوقتي، والنظام البريطاني اللي هو يعني محصور داخل بريطانيا وفي جزء برضه يعني في دول بتستخدمه. النظام بقى الاخير اللي هو النظام الاحدث اللي هو النظام الامريكي، هو نظام يعني معظم الناس بتهرب منه لان النظام ده ما بيفرقش بين الكتله وبين القوه، يعني الاثنين بيتعامل معاهم بالرطل، لكن بيفرق بينهم بس كتابه، يقولوا ال بي اف يعني دي القوه، ليبرا فورس او ليبرا ماس. فالنظام الامريكي فيه مشاكل، او مش معنى ان هو يعني فيه مشاكل في التعامل معاه. فطبعا انا انصح اي حد ان هو عشان ما يحسش باي مشكله في اليونتس ان هو يتعامل بالسيستم انترناشونال، لان النظام المتري او السيستم انترناشونال ما فيهوش فيه اي مشكله. زي ما قلت لك، وانس انك انت ثبت الماس بالكيلوجرام وثبت الاطوال بالمتر وثبت الزمن بالسكند، لن ترى اي مشكله في المعادلات بتاعتك. بدون اي مشكله هيطلع كل حاجه لوحدها بدون اي مجهود منك او بدون ضرب في حاجه او الاسم على حاجه، وهتلاقي الموضوع سلس وبسيط، لان النظام ده اصلا فيه تخليد للعلماء. يعني الفورس بالنيوتن هتلاقي كلها اسامي علماء، القدره بالوات، الطاقه بالجول، وهكذا. اتمنى تكون الكلمتين اللي احنا قلناهم على اليونتس دول افادوك. لو حسيت بمعلومه جديده او لو استفدت شيء جديد، اتمنى ان انت تعمل لايك وتشير الفيديو دوت عشان تعم المعرفه. ولو في اي حاجه خاصه باليونتس انت حابب تسال عنها، اكتب لنا في الكومنتس وهنرد عليك. شكرا جزيلا ليك.